قلبي، صباح السعادة، صباح السرور، صباح الورد، صباح التفاحة عليك يا حبايب قلبي. عاملين ايه؟ وحشتوني. انا قلت بقى اوريكم النهارده التسويقة بتاعت من السواقات ايه. انا كان عندي حاجات، يعني انا عندي طماطم، عندي 3 كيلو طماطم جامدة للسلطة، ما جبتش طماطم، وعندي حلة طماطم متسبكة تحت للمشي في التلاجة، حاطة على وشها زيت، لما بعمل طبيخ ولا بعمل مشي باخد منها. فانا جبت يعني ناقصني بدل ما اشتري من بتوع الخضار اللي هنا حاجة هتبقى غالية. نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده واوريكم. طبعا محمد وبابا جايين بكره باذن الله، نعيشنا وكلنا عمر كده يجوا بالسلامه. فانا احتمال اعمل لهم محشي، يا اما ورق عنب يا اما ورق خاص، هم عايزين ده. فجبت 4 حزمه كانت بجنيه، جبت دول ب2 جنيه ونص، الاربعه ب2 جنيه ونص اهم يا حبايب قلبي. جبت ربطتين جرجير، الواحده ب75 قرش، جبت 2 جنيه ونص اهو. بدل ما اروح ربطة الخضار ده عندنا لوحدها بجنيه، انا كنت جبت الاربعه بالاربعه جنيه. خضار مشكل اخضر جنه جميل في منتهى الجمال. وجبت يا حبايب قلبي جزر عشان السلطه ما اقولش لحد اديني جزرايه. جبت جزر كيلو ونص ب10 جنيه. وجبت فلفل من ده حلو بقى، اللي لقيته تاني ب20 جنيه، انا جبت ده ب15 جنيه الكيلو اهو. جبت نص، انا جبت ب10 جنيه، انا وزنتهم قلت له وزنهم زي ما يجي. جبت ب10 جنيه اهو. برضه انا جبته عشان في احمر برضه كده، جبت ب10 جنيه برضه، قلت وانا عندي اصلا الشطوطه اللي هي الطويله دي. وجبت جوافه بسم الله ما شاء الله جميله، هي مستطريه شويه، انا جايباها عشان العصير اهي. اهي يا جماعه جوافه في منتهى جمالها، بسم الله ما شاء الله اهي. كانت بتتباع ب15، انا جبتها ب12 جنيه. جبت 2 كيلو هم ب24 جنيه اهو، عشان العصير، واللي حابب ياكل برضه كده ياكل منها. بسم الله ما شاء الله. وجبت برضو البرتقال ده، برتقال بصره، هو صغير بس حلو يعني اهو. جبت كيلو ونص ب10 جنيه، برتقال زي الفل اهو عشان العيله. ده بصره يا جماعه، مش سكري ولا بلد، ده بصره اهو. جبت 2 كيلو ماشي. وجبت ايه تاني يا هبه؟ جبت التوم. طبعا انتوا عارفين بقى ان اليومين دولت يومين تخزين التوم، شايفين التوم وجماله؟ توم ابو راس حمرا ده في منتهى الجمال اهو. انا جبت 2 كيلو، كنت جايبه قبل كده برده كيلو، حطاه عندي مع البصل اهو. بصوا بسم الله ما شاء الله اهو، الرز بتاعته جميله. ولعلمك الراس انا ما بحبش الراس الكبيره، لان التوميه الكبيره هي اللي بتفضي اول حاجه، انما التوميه الصغيره بص تلاقيها من اول فص لاخر فص جامد وما فضتش خالص. واللي عايز طبعا يخزن دلوقتي، اللي عايز يخزن دلوقتي هو الكيلو ب5 جنيه ماهوش غالي. في الصغير بقى كله ببعضه ب4 جنيه كمان. انا جبت ب5 جنيه اهو زي الفل اهو، شايفينه اهو. اللي عايز بقى يخزن دلوقتي يخزنه. انا طبعا يا جماعه ما بخزنش التوم ده خالص في الفريزر خالص، لا بكتير ولا بشويه. ليه؟ لان طبعا الحاجه لما بتخش الفريزر مهما يكون بتفقد القيمه الغذائيه، بتفقد طعمها، بتفقد ريحتها بكل الطرق. فانا ما بحمش كل الحاجات اللي بخزنها. انا مش هيجرى حاجه لما اجي اعمل حبه ملوخيه واخد فصين توم اقشرهم واعمل بيهم. يا سلام لما تاخدي، وانت لما تجيبي التوم من الفريزر اللي انت مفرزاه في الفريزر وتعملي معاها حبه معلقه الكزبره الناشفه ومعلقه السمنه البلدي، مهما يكون مش هتطلع ريحه زي التوم الفريش الطازه اللي انت مقشراه. ما يعني خلاص، يعني ما بقتش بينا الدنيا خلاص، كمان التوم هنفرزه. وبعدين مهما يكون برضو بيخلي ريحه الفريزر توم. لو حطيتيه في برطمان وانت جايه مغطياه ببرطمان بكيس وملبساه كيس، بيخلي الفريزر برضو كله توم. وانا ما بقتنعش بمجرد ما تفتحي البرطمان اصلا وتحطيها في باب التلاجة بتلاقي لون التوم اتغير. مش هنضحك على بعض، بتلاقي لون التوم اتغير. انا ممكن اقطعه دلوقتي كده بالمقص واحطه في شبكه، لا كده هيفضي مني بسرعه، مش هيجيب السما وهيفضي مني بسرعه. لا انا هسيبه بقى دلوقتي خلاص، احطه على السلم كده لغايه لما يشرب من العنقود بتاعه ده، العرق بتاعه ده كده. والاقي العرق بتاعه ده بدل ما هو تخين كده ومتماسك كده، هلاقيه بقى خس وطري بقى. يبقى كده خلاص اعرف ان الراس دي سحبت كل الميه اللي في قلب العنقود ده كده ونشف كده، تضمني ان التوم مش هيفضي معاكي. وبعد ما تلاقيه بقى كده دي دبلت خالص كده ونشفت، دبلت خالص كده ونشفت، هتقومي جايه مقطعه وحاطه في شبكه ومعلقاها على المسمار، مش هيجرى له اي حاجه. تاني من السنه للسنه. واما تيجي تجيبي ما تجيبيش الراس الكبيره، لان الراس الكبيره دي اول حاجه التوم بتاعها بيفضي. ماشي يا حبايب قلبي انا ما بحبش ان انا اجيب التوم وافرزه عشان ابقى صريحه معاكي.
خيار اهو. جبت خيار يا حبايب قلبي ب10 جنيه، كيلو ب10 جنيه. جبت 2 كيلو اهو علشان السلطه، وساعات بنخرط خيار طرنشات كده على حاجه. جبت 2 كيلو هم حبايبي ب10، الكيلو ب10 جنيه، جبت 2 كيلو ب20 جنيه. عندنا بتوع خضار بيجيبوا ب15 جنيه. وجبت اللهم صل على النبي تاني، جبت بطاطس اهي يا حبايبي، تستحمل في منتهى الجمال اهي اهي. انا بحب اجيبها كبيره كده اهي. الكيلو ونص ب10 جنيه. جبت 4 كيلو ونص اهي زي الفل اهي، ما فيهاش حاجه، ما فيهاش بصوا الهوا اهي. جبت 4 كيلو ونص، كيلو ونص ب10 جنيه اهو يا حبايب قلبي. دي كانت التسويقه بتاعتي النهارده. طبعا انا ما جبتش طماطم لان انا عندي طماطم ماشي. انا قلت اجيب فاكهه بس للعيال عشان ما جبت لهم برتقال وجبت لهم الجوافه، وانا عندي كده كده عندي موز وعندي فراوله. انا قلت اوريكم التسويقه يا حبايب قلبي بتاعتنا النهارده. وعندي تفاح برضو عندي تفاح. فانا قلت اجيب لهم، هم كانوا طالبين الجوافه بصراحه لانها كانت غاليه قوي اليومين اللي فاتوا دول، ما كانتش حلوه كده، ما كانت غاليه ومش حلوه، كانت صغيره كده وجامده ومش حلوه خالص، وكانت ب 18 وب 20. فاول لما لقيتها حلوه كده الراجل كان قال لي ب 15 جبتها ب 12 ومنتهى الجمال، جبت لهم 2 كيلو. انا قلت اوريكم بقى التسويق بتاعت النهارده يا حبايب قلبي، واعرفكم على الاسعار برضو، وربنا يا رب يبارك لي فيكم، ويقول لك يا حبايبي اشوفكم على خير.